هي حلوه حلوه، انما مين بقى اللي يعني ناصف ضمم لجوه وبيقوم بقى بدور الظهير القشاش كده. ادي عادل مصطفى في نص الملعب نادي انبي، عادل مصطفى يحط واحده طويله لاحمد عبد الظاهر وخطر. يا سلام عليك يا احمد يا رؤوف، يا سلام عليك، مش ممكن احمد رؤوف يهدر هدف، انما ايه وسط بقى ايه عمرو فهيم، وعمرو فهيم محاولات كده مع عمرو فهيم، انما احمد رؤوف مره تانية مسانده كده من احمد رؤوف ترجع لعلاء كمال، وصافره من حكم هذا اللقاء فهيم عمر. عادل مصطفى، وعادل متميز في الحاجات دي، كان ناشئين نادي الشمس عادل مصطفى ولعب في صفوف النادي الاهلي، وادي مره تانية وحلوه لعب طول علاء كمال بقى كابتن نادي المقاولين العرب محمد عادل، والضغط موجود، واحمد عبد الظاهر. الظاهر ان احمد عبد الظاهر خلال اللقاءات ال17 اللي كانت ما بينهم من خلال مباراه الدوري والكاس منذ صعود نادي انبي، وتتحط حلوه خطر، ادي البينيه انما مقطوعه مره تانية. وادي محمد صبحي من اللعيبه اللي انا معجب بيهم جدا في نص الملعب، تتحط لاسامه رجب، وادي بدا انبي يشعر بالخطوره بعد كوره موسى كبير، وادي العرضيه الخطر فينك يا رؤوف فينك يا عبد الظاهر، انما تطلع من مره واحده على طول محمد عادل. ادي موسى كبير، يبقى محمد رابع بقى موجود خارج الخطوط وكان بيلعب في نفس المكان على فكره. ادي مره تانية تتحط كده في نص الملعب تحضير ولا اكتر من 10 12 تمريره او يعني تحضيره، وادي علاء كمال وحلوه حلوه حلوه الله عليك علي لطفي، يتعاطف مع علي لطفي وهدف يضيع من المقاولين العرب. وادي العرضيه والضربه الركنيه الاولى للانبويه، ضربة ركنية في أحداث هذا اللقاء، ونقترب من الدقيقة كام؟ الدقيقة 21، إنما عندي إحساس إن في هدف جاي. هل الإنباوية من الضربة الركنية ولا من الهجمات المقاولينية اللي بيعملوها على مرمى الإنباوية؟ هنشوف المواجهة الفنية ما بين الكابتن الكبير حسام البدري والكابتن الكبير محمد رضوان. وادي خطر وتطلع ركنية تانية مش بقول لكم ماتشات الفرقتين ممتعة، ماتشات الفرقتين ملهاش حل، ماتشات الفرقتين مليانة حكايات، وراح له عشان يعمل 1 على 2، وهنشوف بقى هتتحط له مره تانية ولا هيحط بالقدم اليسرى. خطر الا احمد رؤوف الا ل4 كروت. وادي مره تانية عبد العزيز حسن القادم من النادي المصري البورسعيدي هذا الموسم. يا ولد يا موسى كبيرو، انما على طول علي لطفي يقوم بدور الليبرو، خلاص اتحفظت طالما ما فيش ليبرو. ضربه ركنيه ثالثه النادي انبي، وليس دليل ضغط انبي، انما نادي المقاولين مقدم شكل كويس النهارده، وهنشوف برضو ضربه ركنيه رابعه ونقترب من الدقيقه 27 بالظبط كده، والتعادل السلبي بدون اهداف. لو يجي هدف هنا ولا هنا هيحلو اداء هذا اللقاء، وهنشوف مباراه تانية خالص، اذا كان المقاولين بيهاجم اصحاب الدار والضربه الحره ولا مدي ضربه مرمى. فهيم معوض واصابه عبد الشافي المفاجاه، على طول كان نصيب محمد ناصف، سبحان الله الاقدار، اتلعبوا قدام البرازيل. ادي مره تانية اتحطت خطر، مش ممكن يا جماعه، محمد النني يحطها لمحمد صلاح، وما ادراك مع المحمدات، هل هم 4 محمدات ولا ايه النهارده يعني موجوده في التشكيله. وادي الضربه الحره المباشره للمقاولين العرب من حته حلوه، من مكان حلو جميل كده، يعني محطوطه، محمد صلاح يحطها حلوه. وادي الجمله التكتيكيه، انما هي لو اتعملت في المرمى، ده من وجهه نظري بقى الشخصيه، موجود عمالقه كبار في الاستوديو التحليلي، انما لو اتعملت، لان دي يعني بعيده شويه ان هي تتعمل الجمله دي، لو متطرفه شويه داخله كده مش عاوز يزيد. مره تانية ترجع لمحمد صبحي، عايز يعمل باص القصير، احمد رؤوف توصله من احمد عبد الظاهر، احمد خطر جدا التصويبه اللي فاتت دي. البدري ودى الحلواني هناك مع اسامه رجب، وادي صبحي محاولات التصويب، انما هتوصل لمحمد شعبان، لا حطها بينيه لمحمد ناصف. محمد ناصف عايز تصويبه، رجله الشمال تقيله، حاططها حلوه. ومره تانية محاولات انباويه، عادل مصطفى وخطر. يا عبد الظاهر انت مش ظاهر، يغير واحده حلوه وتوصل لمين بقى؟ الحلواني عاوز يقعد على القدم ويوصل، لان هو مميز بيها، وياخد الضربه الحره مباشره، بيديله الفرصه والله فهيم عمر. ومره تانية توصل لاسامه رجب عاوز كره عرضيه، ومحاولات من اسامه رجب لاحمد عبد الظاهر، انما ضربه مرمى، ضرب لوك اهو، ساقط محمد صلاح مقفل عليه. مره تانية تحضير محمد شعبان، اتحط بينيه حلوه، اجمل كره في اللقاء. يا سلام عليك يا حماده يا سيد،
يا سلام عليك يا حماده يا سيد. وانفراد لقناه النايل سبورت طبعا لاذاعه هذا اللقاء. لقاء كويس جدا. وبقول لكم ادي محمد شعبان وكابتن حسام البدري شعر النص ملعبه. انما هنقول التشكيل كله في اول وقفه. ادي معانا الحلواني يرجع لاسامه رجب. اسامه رجب على طول يحط واحده طويله، انما في ضغط وبريس معمول. انما بامانه 6 ضربات ركنيه نادي انبي، خطوره يمكن شبه معدومه، يمكن باستثناء التصويبه اللي حطها يعملها بتعدي اول واحد كده في خط الظهر نادي المقاولين. اول واحد واقف اعتقد كده محمد عادل ولا ايه، انما ادي وسام وصاحي وبيحطها حلوه 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 حلوه. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن يا جماعه، بقول لكم خطر جدا. ضربه ركنيه ملهاش حل وعلى طول يطلع. انما بدايه ساخنه بعد التبديل اللي عمله الكابتن حسام البدري. مش قادرين. بقول لكم المدينه الرياضيه الجميله، الاشاده بالسيد عاصم السيد، المهندس حسين عبد المنعم احد نجوم نادي الزمالك مسؤول، الكابتن طبعا اول في قطاع البترول والمدينه الرياضيه الجميله. وادي مره ثانيه تتحط حلوه والترقيصه محمد صلاح، وعندي احساس ان في هدف جاي، انما لمين الله اعلم. والضربه الحره المباشره موجوده. هل بقى النشين كان مظبوط يا محمد يا صلاح ولا ايه؟ هتبقى زي نجوم المقاولين الكبار. يا سلام عليك يا ولد، يا سلام عليك يا ولد. حاططها عمر لمصلحه المقاولين العرب في اول 9 دقائق، والتعادل السلبي بدون اهداف هو عنوان هذا اللقاء. انما عندي احساس يا جماعه ان في هدف جاي، مباراه حلوه ممتعه، يعني فيها شغل مدربين، فيها كابتن حسام البدري شعر بخطوره على طول، سحب عادل مصطفى ونزل على طول مكانه نادر العشري، ومحاولات حلوه. مش ممكن من الحاجات بتاعتنا دي الجميله. الحاجات الجمل التكتيكيه الجميله اللي بنحبها دي بقى، دي حاجات ملهاش حل اتحطت. انما عاوزه الدقه يا محمد يا شعبان، مش عايز القوه دي كلها، مش عايز يعني الراجل لسه الاسبوع الرابع ليه في تولي القياده الفنيه مع نادي انبي، ومجموعه كبيره جدا. وخطر يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك، انت فين؟ ده انا مستنيك من الصبح يا احمد رؤوف محمد ادم القادم من المنيا بسرعه الصاروخ الاكسبريس الصعيدي الجاي من المنيا، اللي مواليد 15/9/82. احمد رؤوف بيجيب الجون الاول والهدف الاول للانباويه في الدقيقه 13 او الدقيقه 12 بالظبط. احمد رؤوف يتقدم لانبي عشان يبقى الهدف السادس دي. بقول لكم احرز هدفين قبل كده في لقاء سموحه بقى، يعني على طول احمد رؤوف بيرد عليا. بقول لكم الهدافين الكبار، من الهدافين. الكره حلوه معموله حلوه من صبحي، على طول يحطها لحظه خروج وسام اسماعيل حاططها بدماغه جميله. وهنشوف بقى كابتن محمد رضوان هيعمل ايه. التقدم لانبي رغم ان التفوق بامانه المقاولين العرب النهارده عاملين مباراه كويسه جدا، انما نادي انبي يتفوق. وحسام البدري بقى التبديل الثاني بيعمله، وادي حلو. لا يا حبيبي، لا احمد رؤوف لا، ملوش حل يا جماعه، ملوش حل. هو متجلي. ولد صالح جمعه، ادي محاولات من احمد عبد الظاهر، عاوز تصويبه، بيحضر لاحمد رؤوف، عايز يديله واحده حلوه. الحاجات دي كان بيحطها. هنشوف هل بقى صالح جمعه في جمله تكتيكيه ولا ايه. حاططها خطر جدا وتتحط كده، وسام اسماعيل يحل مشكله. وكمال وحائط بشري من 6 لعيبه من نادي انبي. علاء كمال الحاجات دي لو ظبطت بيحطها كانه حاططها حلوه قنبله. وعلاء كمال سنتيمترات. محاولات من مين بقى؟ محاولات من انبي وصالح جمعه، ويعني سابها على طول صالح جمعه واتحطت حلوه. انما بيطلع من اعلى النقاط موسى كبيرو. ضربه حره من مكان كويس جدا، واحمد عبد الظاهر. يا سلام عليك احمد عبد الظاهر، حلوه. احمد عبد الظاهر عبد الجواد 15 في نص الملعب. ادي مره تانية طبعا هنشوف كده تحضير من المقاولين العرب. توصل للنني، رجله تقيله، عاوز يحضر، ومحاولات تتعدل لمحمد صلاح، وعاوز يحط واحده بشماله، انما يحضر على كمال. خطر، وهي دي. وادي محمد صلاح خطر. يا سلام عليك يا علي يا لطفي، يا سلام عليك يا علي لطفي. الكره اللي بتعمل بندات في الحتت دي ملهاش حل. علي لطفي يا صالح. بصوا يا جماعه اللمسه
محمد صبحي وتصويبه ومحاولات احمد رؤوف. لا 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 يا احمد يا رؤوف،